الزعيم الأعلى لإيران استخبي تحت الأرض. كبار جنرالاته ماتوا وبلده بتنزف من حرب ما تقدرش تكسبها. فلما مفوضينه يقعدوا يكتبوا اقتراح سلام لأمريكا، كنت هتتوقع شروط استسلام. بدل كده إيران بعتت لترامب جواب بتطلب فيه من أمريكا ترفع كل العقوبات وتفك تجميد أصول إيران وتسيب برنامجهم النووي في حاله. هما ما كانوش يعرفوا أنه الجواب ده هيخلي الأمور أسوأ 10 مرات بالنسبة لإيران. دلوقتي وقف إطلاق النار، خلاص هيقع، والمدمرات الأمريكية رجعت مواقعها. وحتى الصين أقرب حليف لإيران بتطعنهم في الظهر من غير ما حد يحس، وهم الحرس الثوري الإيراني هيكون سبب نهاية النظام الإيراني. فعشان نفهم ليه إيران بتتصرف كأنها كسبانة الحرب دي رغم أن كل الأدلة بتقول العكس، تعالوا نشوف بالضبط إيه اللي حصل. نبدأ باقتراح السلام اللي إيران بعتته. دي التفاصيل المعروفة عن الخطة دي، ومهم أوضح إننا مش معانا كل التفاصيل، لكن دي أهمها. إيران بتقول إن التكنولوجيا النووية مش جزء من المفاوضات. في الوقت ده التخصيب مش قابل للتفاوض في أي وقت، ونشاط الصناعة النووية الإيرانية كان سلمي وهيفضل سلمي. الإجراءات اللازمة لحماية المراكز والأصول النووية اتخططت واتنفذت. يعني دي إيران بتقول إنهم عايزين يتفاوضوا بس على مضيق هرمز والحصار الأمريكي. هم مش عايزين يتفاوضوا على الموضوع النووي غير بعد ما الحرب تخلص. ده تقريبا كان عرض إيران من حوالي أسبوعين، ويبدو إن مطالب إيران أو موقفها في المفاوضات ما تغيرش خالص. وده كان تصريح الرئيس ترامب بعد ما قرأ الخطة دي. لسه قريت رد ممثلي إيران المزعومين، مش عاجبني خالص، غير مقبول تماما. ترامب كمان اتكلم مع أكسيوس بعد ما شاف خطة السلام، ومن الحوار ده نقدر نعرف تفاصيل أكتر عن اللي إيران بتحاول تعمله. الرئيس ترامب قال بشكل علني جدا: أنا مش عاجبني خطابهم خالص، ده غير لائق ومش حاجة هنوافق عليها. إيران بقالها 47 سنة بتتدخل في شؤون دول كتير. دلوقتي قبل ما نبص على رد إيران، خليني أديك ملخص عن اللي كانت أمريكا بتطلبه. أمريكا عرضت على إيران مذكرة تفاهم لمدة 30 يوم. ده ما كانش اتفاق سلام بأي شكل، ده كان في الأساس اتفاق علشان يتفقوا على التفاوض. بس لما إيران توافق على ده، هي كده بتقول إنها مش هتعمل أي إنشاءات تخص منشآتها النووية. هم مش هينقلوا أي يورانيوم مخصب طول فترة التفاوض. وكمان طبعا إيران بتوافق إنها مش هتسعى للأسلحة النووية خالص. يعني هيقولوا الكلام ده قدام الناس. وفي مقابل كل ده، أظن إن أمريكا كانت مستعدة تقدم شوية تخفيف للعقوبات. أمريكا كانت مستعدة ترفع الحصار لو إيران وافقت تفتح مضيق هرمز. دي كانت مذكرة التفاهم. لكن بدل كده إيران دلوقتي بترد وبتقول إنها عايزة رفع كل العقوبات الأمريكية. هم عايزين مبيعات إيران تستمر بشكل طبيعي، وكمان عايزين الإفراج عن كل الأصول المجمدة لما يوقعوا مذكرة التفاهم دي، ومش هيتكلموا عن القضية النووية خالص في الوقت ده. الموضوع ده هيناقشوه في فترة التفاوض اللي مدتها 30 يوم بعد توقيع مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب اتسأل عنه الصبح، وده كان تصريحه. اسمع. وكده عندك أي أسئلة؟ انت ذكرت انك هتقابل الجنرالات بخصوص ايران. انت رفضت عرض ايران في نهاية الاسبوع، ممكن تقول لنا عنه، او لو في جديد كان بس هيكسر السرية؟ كان ببساطة غير مقبول. عارف ناس كتير قالت هو عنده خطة. أيوة طبعا عندي أحسن خطة في التاريخ. يعني إيران اتغلبت عسكريا تماما، قوتهم قليلة ويمكن زادت شوية الفترة دي، هنقضي عليهم في يوم واحد. أنا عندي خطة بسيطة، مش فاهم ليه مش بتقولها كده. إيران ما ينفعش يبقى عندها سلاح نووي. هم خطرين وتصرفاتهم مش متوقعة. اللي حصل هناك حاجة فظيعة. هم قتلوا 42 ألف واحد في آخر شهرين. 42 ألف على الأقل، ده اللي احنا عارفينه. 42 ألف بني آدم. هم قتلوا ناس كتير الأسبوع اللي فات، بس قتلوا 42 ألف واحد من شهر أو شهر ونص. كانوا متظاهرين مش مسلحين، والمظاهرات ما كانتش عنيفة خالص. دلوقتي ده لازم يعني إن الحرب هتبدأ تاني، أو هيكون في تصرف تاني من أمريكا، لأن إيران فعلا بتتصرف كأنها كسبت الحرب، مع إن الحقيقة إن قادتها لسه مستخبيين وخايفين إن الحرب تبدأ في أي لحظة. المطالب مش من قادة إيران،
لكن من جنرالات الحرس الثوري اللي عايزين الحرب تستمر أطول عشان يسيطروا أكتر لو القادة اتصفوا أثناء الحرب. دلوقتي بين إن في تصرف من أمريكا جاي قريب جدا، لأن الفيديو اللي شفتوه دلوقتي كان في مناسبة ليها علاقة بالتعليم، أظن كانت مناسبة ليها علاقة بالصحة النفسية. أول ما الحدث بدأ ترامب نشر ده. كان في جنرالات كتير مستنيين يناقشوا موضوع إيران بعد الاجتماع. اسمعوا. مش هياخد وقت طويل عشان في مجموعة كبيرة من الجنرالات مستنياني، وده كمان مهم، عارف ليه علاقة بالدولة الجميلة إيران، كده بينطقوها. وبعدين كان في قناة فوكس نيوز بتقول إن رئيس ترامب بيفكر دلوقتي يجدد مشروع الحرية. للي ما يعرفش، مشروع الحرية كان مهمة عسكرية هدفها تساعد السفن اللي كانت محبوسة في الخليج الفارسي إنها تخرج تاني، يعني كأنهم هيفتحوا مضيق هرمز من جديد. مش بالكامل، لكن الهدف كان يطلعوا السفن المحبوسة في الخليج الفارسي بقالها أكتر من شهرين. اسمعوا. ترامب كان لسه بيتكلم مع جون روبرتس من فوكس نيوز. هو بيقول إنه دلوقتي بيفكر يجدد مشروع الحرية، لكن بيقول المرة دي إن أمريكا وهي بتوجه السفن في مضيق هرمز هتكون مجرد جزء صغير من عملية عسكرية أكبر. ولما الموضوع يجي لمفاوضات السلام، الرئيس قال لفوكس إن النظام على حد تعبيره هيتراجع. آخر مرة كان مشروع الحرية شغال، كان عندنا أكتر من سفينة حربية أمريكية دخلت الخليج الفارسي، يعني عبرت مضيق هرمز، دخلت الخليج الفارسي وخرجت تاني. إيران حاولت تهاجم السفن الحربية دي بس فشلت فشل ذريع. استخدموا قوارب صغيرة وطائرات بدون طيار وصواريخ، لكن في المقابل كان عندنا طيارات أمريكية بتراقب بالضبط إيران بتعمل إيه، وبتحدد أماكن المعدات والأسلحة اللي إيران كانت مخبيها، ودمروا كل ده. وده خلى سيطرة إيران على مضيق هرمز أضعف بكتير. لو مشروع الحرية بدأ تاني، إيران غالباً هتهاجم سفينة حربية أمريكية، وده معناه وقف إطلاق النار انتهى تقريباً. الرئيس ترامب بتسأل عن وقف إطلاق النار ومعناه، وده كان رده. اسمع. في الوقت الحالي وقف إطلاق النار لسه مستمر. أنا شايف إنه ضعيف بشكل لا يصدق. أنا هسميه الأضعف دلوقتي بعد ما قريت الكلام الفاضي اللي قالوه. أنا حتى ما كملتش قرايته. قالوا مش هضيع وقتي في قرايته، شايفه من أضعف الحاجات. ودلوقتي على أجهزة الإنعاش، هم فاهمين وكلهم من المجال الطبي. ودكتور أجهزة الإنعاش مش كويسة، أنت موافق؟ أنا أقول إن وقف إطلاق النار عايش على أجهزة الإنعاش بالعافية، زي لما الدكتور يدخل ويقول يا فندم الشخص اللي بتحبه عنده تقريبا فرصة 1% إنه يعيش. أيوة سيادة الرئيس. دانيال تفضل. أيوة، واحد من أحسن الصحفيين في واشنطن. شكرا يا فندم. دلوقتي تعليق تاني مثير للاهتمام قالوا كان بخصوص الأكراد اللي المفروض إنهم ادوهم أسلحة علشان يبعثوها أو يسلموها للإيرانيين اللي كانوا بيحتجوا في يناير، لكن للأسف الأسلحة عمرها ما وصلت فعلا لإيران. ترامب بيقول إن كان في مجموعة كردية كانت شغالة مع CIA وقررت تحتفظ بالأسلحة لنفسها. دلوقتي في كام قائد كردي طلعوا وقالوا علنا إن ده ما حصلش، بس في أحزاب كردية مختلفة بتشتغل في شرق العراق وحتى في غرب إيران. احنا مش متأكدين أنهي مجموعة الرئيس ترامب يقصدها، بس دي تصريحه. اسمع بنفسك. المجانين عايزين يفضلوا يحاربوا لحد الآخر، هتكون معركة سريعة جدا. بس أنا بقول لهم عندكم زي بلدنا بالظبط، عندنا مجانين برضو، عندنا، أنا بسميهم مجانين وبسميهم ناس أغبياء كمان. بس في إيران عندهم المعتدلين اللي نفسهم يعملوا اتفاق، وبعدين عندك المجانين، وأظن أنهم شوية خايفين من المجانين. بس وليه لا؟ مستوى الشراسة في الاحتجاجات، انت عارف الناس بتتفرج عليه، عايزين ينزلوا الشارع، ما عندهمش أسلحة، ما عندهمش أسلحة نارية. كنا متوقعين الأكراد يسلحونا لكن خذلونا، وهم دايما بياخدوا بس. سمعتهم كبيرة في الكونغرس وبيقولوا إنهم بيحاربوا بقوة، خصوصا لما بياخدوا فلوس. فأنا محبط جدا من الأكراد، بس هم تعاطوا. قلت إن الموضوع مش هينفع، أظن لازم أقولها. اختلفت مع اللي عملوه سلموه وقلت مش هيوصلوا، وكنت صح. بحب أكون صح في الحالة دي للأسف.
بس احنا بعتنا دلوقتي. وكل ده بيحصل عندنا الصين بتعمل حاجة صادمة شوية، على الأقل بالنسبة لإيران. من حوالي 3 أيام غطينا إزاي أمريكا فرضت عقوبات على مصفاة صينية بسبب شراء نفط إيراني. وبعدين الحزب الشيوعي الصيني أصدر قانون جوه الصين بيقول إن أي دولة بتشتغل جوه الصين ما ينفعش تلتزم بالعقوبات. طيب تخيل إيه؟ واضح إن شي جين بينغ بيرجع في كلامه. بص على التقرير ده من بلومبرج. الصين بتطلب من البنوك توقف القروض الجديدة للمصفاة المعاقبة من أمريكا. دي نفس المصفاة اللي الصين كانت بتدافع عنها من كام يوم، وكانت بتقول للبنوك والشركات في الصين إنهم مش لازم يقلقوا من العقوبات الأمريكية. القانون اللي الحزب الشيوعي الصيني أقره ده حط البنوك والشركات دي في موقف محرج جدا. لو ما اتبعوش العقوبات هيخالفوا القانون الأمريكي، ولو اتبعوها هيخالفوا القانون الصيني. ودلوقتي باين ان الصين رجعت في كلامها، لان الجهات التنظيمية المالية نصحت اكبر بنوك البلد انها ما تديش اي قروض للمصافي ال5 اللي امريكا فرضت عليها عقوبات. ده غالبا له علاقة باجتماع الرئيس ترامب اللي المفروض يحصل يوم 15 مايو، يعني تقريبا بعد 4 أيام. في يوم 13 مايو ترامب هيسافر للصين، وده هيكون أول زيارة رسمية لرئيس أمريكي إلى الصين من أكتر من 9 سنين. يعني زيارة كبيرة جدا ومهمة كانت المفروض تحصل في إبريل، لكن اتأجلت بسبب حرب إيران. ودلوقتي باين إن الصين مش عايزة تأجلها تاني، أو يمكن ترامب هو اللي مش عايز يأجلها تاني. عشان كده الاجتماع شغال دلوقتي، رغم إن المفاوضات مع إيران مش ماشية بشكل إيجابي. من المشكوك فيه جدا إن الحرب هتبدأ تاني قبل الاجتماع ده، بس برضو محدش عارف ايه ممكن يحصل. من وجهة نظر أمريكا ومن وجهة نظر الصين، الاتنين يفضلوا ما يتكلموش عن إيران، بس للأسف لو الحرب لسه شغالة البلدين هيضطروا يتكلموا عن الموضوع ده. وفوق كده مفاوضات التجارة اللي كان مفروض تبقى محور الاجتماع ده من الأول، بس أنا متوقع إن إيران هتغطي على أي موضوع تاني الدول دي كانت عايزة تتكلم فيه، وده موضوع هنتابعه كويس. هنعمل فيديو منفصل نشرح فيه أهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها، توقعات قبل الاجتماع، أمريكا والصين متأملين في إيه، وأهمية الموضوع. هنتابع الاجتماع أول بأول، فما تنساش تدوس على زر الاشتراك عشان تتابع الفيديوهات دي. بس دلوقتي تعالوا نتكلم عن واحدة من أكتر الأخبار الصادمة اللي طلعت في الويكند، والموضوع ليه علاقة بمطار سري مؤقت اتعمل في دولة ما كانتش مشاركة في الحرب دي. بصوا كده، ده من وول ستريت جورنال، وطبقا للتقرير ده إسرائيل عملت مهبط طيارات طوله 1.9 كيلومتر أو تقريبا ميل واحد في نص صحراء العراق الغربية علشان يقدروا ينفذوا طلعات جوية أثناء حرب إيران دي. المهبط ده ما كانش موجود قبل 23 فبراير، يعني قبل الحرب ب5 أيام بس. لكن بعدين قبل الحرب بأيام قليلة القاعدة دي اتعملت وبقت فيها قوات خاصة، وكانت مركز لوجستي لسلاح الجو الإسرائيلي اللي كان بيضرب جوه إيران، وكان عندهم كمان فريق بحث وإنقاذ موجود في المكان ده علشان لو طيار إسرائيلي وقع جوه إيران. ودلوقتي من حسن الحظ ولا طيار إسرائيلي اتضرب فعلا، لكن لما طيارة F-15 أمريكية ضربت جنب أصفهان الإسرائيليين فعلا عرضوا يساعدوا أمريكا باستخدام القاعدة دي بالذات. بس من حسن الحظ القوات الأمريكية قدرت تنقذ 2 من أفراد الطاقم بنفسها من غير ما تحتاج لأي مساعدة من الإسرائيليين. وده هيوصلنا للنقطة الثانية، إسرائيل مش البلد الوحيدة اللي تقدر تعمل كده. أنا شبه متأكد إن أمريكا عملت نفس الحاجة في الحرب دي. إحنا ما عندناش كل التفاصيل، لكن اللي عندنا جاية من الرئيس ترامب، وأنا عندي شوية شك في إنه ما كانش المفروض يقول الكلام ده قدام الناس، بس اسمع التصريح. يعني هي من 4 ل5 سنين، وقال يعني أنا مش عايز أكلم عن حد بشكل وحش، فالأفضل إني معلقش على الموضوع ده. بصراحة لقيت ده تصرف كويس. ماشي. قلت له طيب قول لي هتعمل كده إزاي؟ قال لي يا فندم إحنا بنستخدم القاعدة دي هنا وإحنا على بعد مئات الأميال، ولما الطيارات توصل للهدف لازم ترجع تتزود بالوقود وإحنا بعيد قوي. قلت له ليه بنعمل كده؟ قال لي عشان مش عايزين نزعل أو نتضايق أي دولة تانية. قلت له احنا عندنا مطارات متنقلة كتير، صح يا بيت؟ عندنا مطارات متنقلة في كل الشرق الأوسط ومدارك طيارات متنقلة بنحطها ونشيلها. احنا عندنا معدات مش موجودة عند حد،
ومطاراتنا أحسن من مطار كينيدي، والمطارات دي مبنية في الرمل. احنا بنيناهم في دقيقتين تقريبا. فعلا المعدات مذهلة وتقدر تهبط أي طيارة عليهم، وكمان متنقلة. وعندنا كتير منهم يا فندم لازم نستخدمهم. قلت ليه لا؟ لأننا ما كناش عايزين نزعل يعني دولة تانية. خليني أسألك سؤال، انت في نص الصحراء، هل دولة تانية هتعرف لو احنا بنقلع من مدرج في الصحراء؟ مش هيكون عندهم أي فكرة يا فندم. ما عندهمش رادار، ما عندهمش أي حاجة. فشرح الموضوع. فاحنا عايزين نضربه يا فندم من 17 مكان مختلف. عايزين نضربه من الشمال وضربناه هنا، وعايزين نضربه من الناحية اليمين أكيد، وعايزين نضربه من فوق، وعايزين نضربه من تحت، شرق غرب شمال جنوب. يا باشا مش هيعرفوا إيه اللي حصل، وهنوقعها. عملناها بمنطق الصواب السياسي. 5 سنين كنا بنتصل. دلوقتي عرفنا أنه أثناء مهمة الإنقاذ أمريكا أنشأت مهبط طيارات مؤقت في إيران جنب الجبل اللي كان الطيارين مستخبي فيه. يعني أيوة، الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي يقدروا يعملوا حاجات مجنونة فعلا، حاجات صعب تصدق إنها حقيقية. دلوقتي علشان نفهم ليه إيران بتتصرف بالطريقة دي دلوقتي، لازم نرجع ونشوف إيران وصلت للوضع ده إزاي. ده مش معناه بس إننا نرجع لسنة 1979 لما حصلت الثورة الإسلامية. في الحقيقة لازم نرجع أكتر لورا، لوقت ما كانت سلالة القاجار تحكم إيران في القرن ال19، ونشوف إزاي القرارات اللي الطبقة الحاكمة أخدتها وقتها لسه بتأثر على إيران لحد النهاردة. طيب تتخيل إيه؟ ده اللي بنعمله في البودكاست الجديد بتاعنا اللي نزل النهاردة ومتكون من أكتر من جزء. لو مهتم بتاريخ إيران وعايز تعرف وصلنا هنا إزاي، لازم تروح وتسمعه. تقدر تتفرج عليه من خلال الضغط على الروابط في الوصف، أو ببساطة تقدر تتفرج عليه لما تدوس على الشاشة في نهاية الفيديو. يعني تدوس على الفيديو اللي ظاهر قدامك على الشاشة.